سؤال بس، مين المهاجم اللي طلع في مصر في اخر 30 سنه زيي؟ عماد متعب، لا حسام حسن، لا مين مهاجم النهارده بالامكانيات بتاعتي؟ عمرو زكي. لا كل دول اسماء طبعا نجوم كبار ولاعيبه كبار لكن مش زيي. سيبك من صحابك اللي بيجاملوك وتعمل لا فيديوهات لا لا ونبص لك لا مين. لا 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 يبقى انت ما تعرفش صاحبك. انا يعني الحمد لله انا اجمد لعيب طلع في قطاع الناشئين في نادي الزمالك في اخر 30 سنه. اجمد مهاجم. لا يعني انا لما قلت لك حسام حسن وعماد متعب ما وقفتش. اجمد مهاجم طلع في انا مش رافض. انت بتقول لي، بقول لك الحقيقه. مين النهارده يعني انا النهارده انا على فكره انا مش رافضها. انا بقول لك اصل انا مش عايز اتكلم على نفسي. لا دي واحده بس. لا مش عيب. لا عيب ان انا اقول الكلام ده. لا مش عيب. لكن كامكانيات مهاجم يعني كامكانيات يعني مهاجم. حسام ومتعب انت بعيد عنهم. انا مختلف عنهم. انا راجل لعيب مختلف عن كابتن حسام وعن عماد راس حربه كبير، وكابتن حسام طبعا اسطوره يعني حاجه. لكن النهارده لما تيجي تشوف الافضل لعيب وافضل مهاجم خرج لنادي الزمالك من قطاع الناشئين في اخر 30 سنه فهو ميدو. ميدو اللي راح لعب في اياكس وراح لعب في مصر ولا الزمالك؟ في مصر. في مصر خلي بالك. ولا مهاجم من الاسماء اللي انت ذكرتهم قدر ان هو يلعب في الليفل اللي انا لعبت فيه لسنين. وفي وقت من الاوقات انا قصرت في حق نفسي في حاجات معينه، لكن ككوره بس خلي بالك اصل الكوره كوره ايه؟ كوره انت ليفل معين يا بتنجح فيه يا ما تعرفش تلعب في الليفل ده. مين النهارده معلش لعب في نادي الزمالك اساسي فيرود نادي الزمالك وهو عنده 16 سنه؟ مين ومين في الاهلي لعب وهو عنده 16 سنه اساسي في النادي الاهلي؟ مش موجود. مين لعب منتخب مصر كان فيرود مصر الاساسي وعنده 17 سنه الاساسي؟ مش موجود. مين النهارده راح لعب في اياكس امستردام اللي ما بياخدش حد؟ اياكس امستردام ده عشان يبص على لعيب لازم يكون عنده كواليتي معينه وشخصيه معينه. ان انت اي لعيب طالع من قطاعات الناشئين ان انت تقارنه بيا يبقى انت مش بتظلمه، انت بتذبحه. لكن الحمد لله اجمد لعيب واجمد مهاجم يعني جه في ال 30 40 سنه الاخيره في مصر ميدو. مين لعب في الليفل اللي انا لعبت فيه؟ مفيش الا محمد صلاح. ومحمد صلاح طبعا تفوق عليا ان هو قدر ان هو يكمل لسنوات اكتر مني لاسباب شخصيته. انما ككوره تعديه طبعا. ككوره ان انا اعدي صلاح طبعا لا. ككوره كامكانيات كلاعب كوره تحب ان انت تشوف الكوره في رجله اكيد. انما صلاح قدر بعقليته، قدر بشخصيته، قدر بتطويره لنفسه ان هو قدر ان هو يلعب في الليفل ده لسنوات طويله.